كل سنة وانتوا طيبين يا بنات. حبايب قلبي، النهاردة عملت لكم عرقسوس. الناس اللي ما بتحبهوش قبل الناس اللي بتحبه هتشرب عرقسوس. عارفين ليه؟ لانه بجد احلى من المحلات بكتير. مفهوش اي مرارة، مفهوش اي طعم وحش، وخطير. يا بنات جربوه، يا ستات جربوه. العرقسوس فوائده كتير. انا جبت ربع كيلو عرقسوس بس، لان احنا فردين. تمام. بصوا، انا اول ما نزلته كده شايفين العفرة دي؟ يا لهوي على الريحة والجمال. التسكيرة بتاعت العرقسوس يا جماعة دخلت يعني. من كتر جمالها حسيت ان انا بكون بشرب كوباية عرقسوس وانا صايمة. دخلت جوه الزور فعلا، انا مش مبالغ يعني، فعلا جربوها. ماشي. وجبت نص معلقة صغيرة بيكربوناتو. وزي ما انتم شايفين كده نص معلقة صغيرة ممسوحة بيكربوناتو. عشان البيكربوناتو لما يعني الاخطاء الكتير اللي بتحصل في البيوت ان هما بيزودوا بيكربوناتو، فبيطلع مرارة وبيطلع طعم وحش وبيترمي. من الاخر يعني. المهم ايه، زي ما انتوا شايفين كده، انتي بتقلبيه كويس. تمام. والعفرة يا لهوي على الريحة. يا لهوي على الريحة بجد يا جماعة، ريحته خطيرة. وبعد كده بتسقيه مية. تمام. بتسقسقيه زي ما انتوا شايفين كده، شوية مية صغيرة شوية مية صغيرة شوية مية صغيرة. بيتسقسق مية. تمام. اول ما انتي تسقسقيه ميه كده، هو تفضلي تسقسقي تسقسقي لغايه لما يبقى يعني ما يمسكش في بعضه خالص، يفضل برضو ايه، متفروت منك كده، بس كله سقيان ميه يعني، كله بقى شارب ميه بس. ما يمسكش في بعضه، يفضل زي ما هو كده ايه. آه سايب. زي ما انا قلت لكم كده، هو بنات العرقسوس فوائده كتير جدا. العرقسوس يعتبر حاجه يعني، من احدى فوائده ان هو محسن للمعده. حركه المعده. زائد ان هو بيمنع التهابات يعني لو عندك اي التهابات في جلدك، بيقلل الالتهابات، بيقلل الحكة. زائد ان هو بيدي نشاط للجسم. لو انتي من النوع اللي ضغطك واطي على طول، ده بيرفع الضغط وبيظبطه. بس اضراره برضو كتير يعني، زي ما هو ليه فوائد ليه اضرار. والاضرار ديت مش يعني بتبقى موجوده لاصحاب الامراض، يعني مثلا لو واحده حامل او واحده بترضع، من الافضل ان هي ما ايه، ما تاخدهوش او ما تشربهوش. لو انتي مثلا صاحبه بعد شر عن الجميع يا رب، ويبعد عنه ويشفينا الجميع. جميع المرضى يا رب. لو انتي ضغطك عالي، ما تشربيهوش، لان هو اصلا بيرفع الضغط يعني، ديت المفروض من احد مميزاته. لو انت ضغطك واطي بيرفع الضغط وبيظبطه. لكن انت لو ضغطك مرتفع اصلا ما تشربيهوش. تمام. تفضلي بقى بصي زي ما انا قلت لكم كده، تفركيه وتسقسقيه وتفركيه وتسقسقيه. بصي بقى عامل زي التراب، زي التربه كده. يعني تربة الأرض اللي هي الناس اللي هي بتزرع وكده، تلاقيها عاملة زي التربة بتاعة الأرض بالظبط. تمام يا بنات. غير ان هو يعتبر برضو من الحاجات اللي بتساعد على علاج السرطان. آم، لا يعني فوائده كتير، فوائده كتير قوي. وكمان بالنسبة لان احنا في رمضان، فدوت المعدة بتاعتنا بتبقى طبعا طول الوقت فاضية، ومرة واحدة بقى نكبسها في بشاميل، ونكبسها فراخ وبط ولحمة ومحشي وسمبوسك. فطبعا احنا عايزين بعد ده كله حاجة تحسن بقى، وشغل بقى اللي هو الرايب والكلام ده كله احنا ملناش فيه. احنا اخيرا نعمل العرقسوس في البيت بس، من الاخر يعني. زي ما انتوا شايفين الريحة جميلة، والشكل جميل. شكله فعلا جميل، وريحته جميلة. واقعدوا بقى ايه، افركوا كده وسقسقوا وافركوا وسقسقوا، بحيث ان كل حاجة فيه لغاية لما ايه تحسوا ان هي ايه، يعني ما بيبقاش في حاجة فيها لازقة في التانية، ما تبقاش مكلكعة. يبقى مفروض خالص كده عامل زي التراب. الخطوة بقى اللي هنعملها بعد ديت، احنا هنجيب صاجة او صينية ما تكونش عالية قوي عندك. وهتفرديه كده زي ال ايه،
يكون مفرود بس ما تبقاش طبقته تخينة، يعني تكون مفرود كده واللي تحت زي اللي فوق تقريبا. فاهمين؟ انا هوضحها لكم اكتر بالفيديو، يعني هتبقى انا مش عارفه انتوا فاهميني ولا لا. بس اللي هو يتفرد خالص كده على الصاجه، وهتكوني قبليها مسخنه الفرن يوصل لدرجه حراره 80 او 100، وبعد كده تروحي طافيه على الفرن. لان هو مفروض ان هو زمان احنا كنا بنخمره تحت الشمس، يعني زمان اهلنا كانوا بيخمروه تحت الشمس، تحت درجة الشمس، حرارة يعني الشمس تكون عالية. وانا والله عاملة العرقسوس دوت قبل الفطار بنص ساعة بالظبط، او عشان ما بقاش كدابة قوي ب45 دقيقة قبل الفطار، ب45 دقيقة. تمام. هو طبعا كل ما هتسيبيه تخمر كل ما هيبقى شكله احلى، وهيبقى كمان مغمق كده، وهيبقى جميل. بس هو حتى وهو كده هو برضو كان طعمه حلو قوي يا بنات والله. ده انا حتى بعد كده قلت لا انا مش هجيبه من بره. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هنحطه في الفرن. بعد ما طفيتي الفرن اتاكدي ان انت طفيتي الفرن. تمام. لو انت من اللي بتنسي خلي حد يذكرك ان انت تطفي الفرن. تمام. وكل ربع ساعة او كل 10 دقايق بتقلبيه، لان زي ما انتوا شايفين كده بصوا من فوق بقى نشف خالص. يعني التندية بتاعته دي، يعني هو كان مندي، التندية بتاعته دي بتطير، فاللي فوق طار واللي تحت لا، فانت هتقلبيه عشان اللي تحت يطلع فوق واللي فوق ينزل تحت. هتقلبيه بتاع مرتين، يعني هتقلبيه التقليبة ديت مرتين كل 10 دقايق او كل ربع ساعة. تمام. وتقلبي وتفردي، تأكدي ان انت هتقلبي وتفردي. ماشي. واقفلي عليه الايه الفرن. بعدها بقى هتجيبي شاشة اللي هي القماشة الخفيفة قوي ديت، او شاشة عندك. ماشي. وهتحطيه. هو انا كنت عاملاها على طبقة واحدة بس انا لما جيت عملتها على طبقة واحدة بس، بصيت في تحت في الطبق ده لقيتها بتوقع كده حاجات صغيرة، فعشان كده هتلاقوني بعد كده ايه عملتها على طبقتين. فمن الافضل ان انت لو عندك شاشة زي ديت خفيفة، يعني اعمليها اطبقيها 2، وحطي الحاجة ايه عليها. انا الكمية اللي انا قلتلكوا عليها ديت، تمام، انا قسمتها نصين. طبعا انت ممكن تجيبي كمية كبيرة وتعمليها بالطريقة ديت، وتعملي اكياس صغيرة على قد ايه العصير اللي انت هتعمليه في الوقت ده، وتحطيها في الفريزر. هتطلعيه بقى وهتعملي ايه بس بعد خطوة الفرن، يعني انت هتحطيه في الفريزر بعد خطوة الفرن. بعد كده بقى بتطلعيه من الفريزر وتروحي عامله بقى حته الايه السقسقه دي. زي ما انتوا شايفين بعد ما انا ايه جربت الحته ديت، اضطريت ان انا ايه اعملها ايه مرتين. تمام. هتبتدي بقى ايه دي تنزلي عليها سرسوب ميه لغايه لما السرسوب الميه اللي انت بتنزليه من فوق ينزل تحت لونه اسمر، او اللي هو اللون بتاع العرقسوس. بصوا سرسوب ميه كده لغايه لما السرسوب الميه ده ينزل تحت ايه مسمر. تمام. زي ما احنا قلنا، الناس اللي ضغطها عالي متشربش العرقسوس. الناس اللي ما بتحبش العرقسوس تروح تشرب عرقسوس. اهم حاجه ما يكونش فيكم الحاجات ديت. روحوا اشربوا عرقسوس. العرقسوس حاجه مفيده جدا 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 جدا. انا واحده كان جوزي ما بيحبش العرقسوس بجد، من ساعه ما انا قعدت اقول له على المميزات بتاعته، وعلى قد ايه ان هو مفيد، وعلى قد ايه مفيد لحركه المعده، وعلى قد ايه كمان انا مش بحس، يعني انا سبحان الله لما اجي بشرب العرقسوس مش بحس ان انا تعبانه، بالعكس عندي نشاط، بيديني نشاط. مع ان يعتبر برضو من اضراره ان هو بيسبب، يعني تحس ان انت عندك تعب في جسمك، مع ان انا بيجي معايا العكس خالص. ممكن يكون انا واحده اصلا ضغطي بيوطى في رمضان، فممكن يكون هو ده بقى بيظبط لي الدنيا، فبيخليني بقى يعتبر زيه زي القهوه بالظبط. وبالهنا والشفا. كان الفطار بتاعنا كفته ورز، وطبعا العرقسوس. وبالهنا والشفا يا رب للجميع، ويا رب يجعلها ايام خير وسعد لكم دايما.